السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح الخير عليكم الإخوان، صباح الخير على جميع المشتركين المتابعين تاع القناة تاع السي مظاهر. كنشكركم الإخوان على التفاعل ديالكم مع الفيديوهات اللي نشرنا مؤخرا، اللي هي فيديوهات كتحدث وكتكلم على الأوضاع اللي كيعيشها المواطن مؤخرا، وبالدرجة الأولى ارتفاع المهول نتاع الأسعار نتاع المواد الغذائية، بما فيها الخضار، بما فيها اللحوم الحمراء، بما فيها اللحوم البيضاء. بكل صراحة الله يحسن في عوال المسكين. وكنشوف التعاليق في الفيديوهات اللي نشرنا مؤخرا، كنشوفوا بأنه بكل صراحة المواطن المغربي واصل ليه السكين العظم. المواطن المغربي تقهر بكل صراحة بهذه العبارة، المواطن تقهر. ولحد الساعة باقي ما كنشوفوا حتى شي حل وحتى شي بادرة او شي تدخل من طرف المسؤولين، لانه ما فهمناش اشنو السبب وراء هذا الارتفاع الصاروخي نتاع الاسعار. لانه الاخوان ما عرفنا واش هاد الارتفاع ناتج عن الاحتكار اللي كيقوموا به التجار، او هذا الارتفاع بسبب الظروف اللي كيعرفها العالم. ما عرفناش شنو السبب. واش هادي ازمه اقتصاديه عالميه؟ مهم ما كاينش حتى شي توضيح، ما كاين حتى شي حاجه. هنا في مدينه مراكش راه كنتوصلوا كل صباح بالثمن نتاع المواد الغذائيه من طرف ولايه جهه مراكش اسفي. لحد الساعه مني ارتفعوا هاد الاسعار ما باقيش كنتوصلوا بهم. لحد الساعه ما باقيش كنعرفوا اشنو هما الاثمنه، لانه الاثمنه كتنشر في وسائل الاعلام. الاثمنه ملي كنتوصلوا بها مولايه جهه مراكش اسفي كتنشر في وسائل الاعلام، وكاين بعض وسائل الاعلام اللي ساكته على هذا الشيء، اللي الدور ديالها خصو يكون صوت الشعب وتوصل الرساله للمسؤولين على هذه الاوضاع اللي كيعيشوها المواطنين. ولكن لا حياة لمن تنادي. بقاو معنا الاخوان. غاد اليوم السبت، اليوم راه السبت ان شاء الله، كنمشي كنتقدى المواد الغذائيه نتاع الاسبوع للدار. غادي تشوفوا كل حاجه بشحال الثمن ديالها الاخوان. بقاو معنا وصباحكم مبروك. كما سبق لي وذكرت لكم الاخوان جينا عند السي محسن اللي مولفين كنتقداو عنده ديما. هذا راه صاحبي وخويا، ديما كنتقدى عنده لانه كنجي كنلقى عنده سلعه مليحه. السي محسن، يا سيمون، السلام عليكم اخويا. السلام خويا سيمون. الخضره دايره الكرو تبارك الله. زادت الطوبلات على هذيك المره نهار درنا الفيديو ياك. دابا واخا المطيشه بشحال صابحه؟ اليوم 5000 ريال للصندوق. للصندوق. وقبل بشحال كان؟ 6000. كان ديك الساعه الثمن عادي ديالو، كان ديك الساعه 3400 3600 لا غلات. دابا 5000 ريال. 5000 ريال وغاديه في الزياده. وبشحال كتبيعوا الكيلو؟ كنبيعها على درهم ونص، 10 دراهم. 10 دراهم. البطاطا؟ البطاطا 4600. شحال كتبيعها الكيلو؟ 160 حتى ب 7 دراهم. الله يجيب السلام. خيزو داكشي. خيزو 100 درهم. القرعه 6000. القرعه؟ جلب انا 15. دابا القرعه كان تيديها المسكين باش يديرها مع شويه العدس، كتجي واحد البنه زوينه. ها هي سمعوا شحال ولات دير الجلبانه؟ الجلبانه 15 درهم الكيلو. والفول؟ الفول 7 دراهم. اللهم بارك. البصله ديك غازيه 10 دراهم. هذه دابا هي بيني وبينك، دابا نتايا ما عندك واحد التواصل مستمر مع المواطن. اشنو كيقول المواطن على هذا الارتفاع المهول نتاع الاسعار؟ شنو كيقول؟ كاين صدمات بعدا هما الاولين. شكون؟ تتصدموا الناس بعدا هو الاول. عاد تيقول لك، من بعد الصدمه تيقول لك العام تشربوا دوري برام، عاد تسوقوا دوري برام تشرب مع الصباح. واش بيجيك؟ سمعتي اش قال لك؟ دوري برام واش بيجيك تنشرب 1000 ريال بعدا تنخسر انايا. هاد تسوق. شوف نعم اخويا. بعدا الناس يتصدموا قبل ما تقول لهم السوق. جاي الناس مصدومه بعدا الناس تتعد عليا هنايا بزاف هادشي العامات بزاف. لا ما تشربنا بلادكم ب 80 ب 60 ريال، بطاطا ب 60 ريال،
الناس خاصها تخلصنا بالاورو. واش هذا بزاف. الله يحسن عليك. راه الله يكون فيها والله الا الله. شوف واش انا الحره والربيع ما تنحسبوهاش نعمات. شوف يا انا هذا السيد هذا كنجي كنتقدم عند السيمانه كنتقدم عند المقديه السيمانه كنتقدم عنده المقديه نتاع السيمانه بواحد الثمن مناسب ديما يا كريم دابا كنتقدها تزاد دوبلات عليا المقديه نتاع السيمانه. سي محمد كان تعطينا 3000 ولا تعطينا 7000 4000 ريال زادت عليه. بزاف والله الا ما ولا تعطينا 1600 ولا تعطينا 3000. والله ما بلا تنسوقوا ب 100000 ولا تنسوقوا ب 42000. التقار والله الا انا بدوري قهرنا هاد الغلا خويا قهرنا. لا حول ولا قوه. والله يدير شي تاويل ديال الخير بزاف هادشي الله يدير هذا تاويل بزاف. وبالخصوص راه جاي الشهر تاع رمضان اكيد زاد مصروف شي شويه. رمضان انت لابد تولي الفلفله ب 600 700 مركزه 300 بقول لك خويا ب 300 واش هذا الشيء. سي محسن يا سي محمد اشنو تقول للجمهور ديالك؟ الله يصبرهم هادشي ما عرفتش ما نقول اخو سي محمد. الله يصبرهم هادشي تضر في الله الخاطر بزاف. يصبرهم انا بعدا الله والله الا شي يصبرهم. تضر الخاطر بزاف اخويا. حنا تيجي المسكين تيبي يتقدى شي شويه تيولي غادي بربعه. الله يكون ماشي فيك بحال ديك الكميه الاولى تاع كيلو ونص 2 كيلو. دابا بنادم تيجي مأزم. الله يكون في العون الله يكون في العون. الازمه في الخدمه والازمه في الاسعار يعني هادشي تضر بزاف اخويا سي محمد. الله يدير شي تاويل الخير الله يدير تاويل الخير الله الله يحسن عوال المسكين. دائما كنقولوا الله يحسن بعوال المسكين لانه كنحسوا بالمسكين كثر ما كنحسوا براسنا بكل صراحه. انتم كي كتشوفوا الاخوان جينا عند خونا حتى هو محمد مول الدجاج. عندما كي كتشوفوا الثمن تاع الدجاج شحال داير بعد ما كان 300 260 280 دابا راه وصل ل 420 ريال للكيلو. 420 ريال للكيلو. دابا انايا داكشي اللي كندي عنده تزاد عليا حتى هو المصروف وتزاد عليا كلشي. زعما الصراحه الله يكون في عوان. هاد اللحوم البيضاء اللي كنقولوا رخيصه وفي متناول المواطن البسيط راه ما بقاتش في متناول المواطن البسيط، راه ولات حتى هي غاليه. لانه الا جيتي دي هي طير تاع الدجاج فيه 2 كيلو اللي كيديهم مساكن عائله متوسطه الدخل باش يتغداو ويتعشاو به 50 درهم الكيلو. 50 درهم هذاك طير 2 كيلو 50 درهم ساوي. الله يكون في العون. خويا سي محمد شكرا بزاف الله يكبر بك الله يخليك الله ييسر لك الامور. كما كتشوفوا الاخوان جينا عند الجزار ديالنا السي عبد الهادي العبيدي. بكل صراحه صدمت لانه وصل السيل الزوبه. المواطن البسيط ما بقاش في استطاعته انه يشري اللحم اللي كان تيجي كياخذ ديك 10 20 درهم 15 درهم 30 درهم راه ما في استطاعته. شنو غادي دابا هاد الثمن انتم كي كتشوفوا هو 100 درهم سواء الغنمي سواء البقري. المراه الله يكون في العوان الله الراجل كيجي كيدي واحد 20 درهم والله ما تقدو حتى لشي مشي شايله عنده في الدار ما تقدوش لهاديك 20 درهم. دابا انايا كندي تبارك الله واحد المليج وكنقسمو على الاسبوع راه واحد الثمن اللي ولا راه ثمن خيالي. بعد ما كانت اللحم ب 60 65 70 درهم 75 درهم دابا راه 100 درهم. شوفوا شحال تزاد والغريب كما قلت لكم الاخوان هو الصمت اللي لازمينه بعض الناس. ما كاينش اللي يهضر ما كاينش اللي يتكلم زعما المواطن ليه الله ما عندوش ما يدير. وحنا غادي نحاولوا اننا نسولوا السي عبد الهادي نشوفوا اشنو السبب في الارتفاع نتاع الاسعار مؤخرا واش حتى هما كمهنيين كتجار تضروا من هذا الارتفاع نتاع سميتو نتاع الثمن. السي عبد الهادي اجي اخو عطينا واحد دقيقه من وقتك الله يرحم والديك. دابا السي عبد الهادي راه غني عن التعريف العبيدي اللي كيتواجد عندنا في الحومه هنايا في التوجيات. السي عبد الهادي مؤخرا عرفت اللحوم الحمراء واحد الارتفاع مهول تاع الاسعار. اشنو هو السبب؟ سي محمد السبب الان مجهول. السبب ما عرفناش واش من الشتاء واش من قله الماشيه واش. المهم السبب ديال ارتفاع اللحوم ما مفهومش لانه تيرتفع اسبوع بعد اسبوع. اللحم كانت تتباع بواحد الثمن اللي كان معروف 80 درهم وصلت ل 80 درهم قالوا الناس هذا الشيء راه بزاف. ولكن واحد الكلمه قلتها السي عبد الهادي قلتي الجفاف. حنا كنعرفوا الا كان الجفاف الاثمنه نتاع الاغنام والابقار كتنخفض. دابا الجفاف تيدير واحد لانه الكساب كيبغي لي كيجي عليه كيبغي يحيد عليه
تيبغي يحيد عليه البهيمه كي كنقولوا باللغه تاع يحيد الحرفيه. عليه البهيمه حيت تكون عنده دابا الكساب الصغير اللي كان تيعاون ما بقاش. الكساب الصغير مشى الله يهنيه، الكساب الصغير كان تيكون عنده 3 4 5 ديال البهايم تيبيعهم وتيعاود يشري ثاني واحد جوج ولا 3 ولا 4 تيعاود دابا الكساب الصغير بدا يبيع ديك 5 ولا 6 البهايم اللي عنده ما باقيش تيعاود يدخل لانه ما كاينش ما ياكل هذوك البهايم، تيخصو يعاود يصرف عليهم نفس البهايم، يعني البهايم تياكلوا خوتهم دابا السي محمد. دابا نتوما كتشجار وحرفيين، واش تضررتوا حتى نتوما من هذا الارتفاع نتاع الاسعار؟ بطبيعه الحال تضرينا لانه النسبه ديال المبيعات اللي كنا تنبيعو حنا ما بقاتش، نزلات بالنص تقريبا. المبيعات دابا راه نزلت اخويا سمح ما بقاش داكشي كيف كان، نقص بزاف البيع. واخا اشنو الكلمه اللي ممكن انكم توجهوا للمسؤولين كتجار نتوما؟ اخويا المسؤولين راه المسؤوليه ديال ماشي ديالنا حنا، المسؤوليه تنرجع للدوله، الدوله هي اللي تحمل المسؤوليه دابا هادشي، هي اللي عارفه اش دير وهي اللي مسؤوله على هادشي، ما يمكنش حنا نعطيو للدوله الحل، هي اللي حنا تنقلبوا على الحل ولكن هي المسؤوله. خاص تدخل المستعجل باش تحل هذه الازمه تاع الارتفاع نتاع الاسعار. راه كاين لانه ماشي حنا كمستهلكين تضررنا حتى نتوما كحرفيين. كلشي تضرر في هذه المساله هذه، كلشي تضرر خاصنا لا ولا المستهلكين ولا كلشي. شكرا السي عبد الهادي، الله يسر لك الامور. الله يسر. كما شفتوا الاخوان ماشي حنا كمواطنين اللي تضررنا، ولكن حتى المهنيين الحرفيين تا هما تضرروا لانه قال لك ديك النسبه نتاع المبيعات اللي كانت عندهم قبل ما بقاتش. مثلا كان تيبيع مثلا واحد 100 كيلو ولا قال لك النص ولا كيبيع واحد 50 كيلو، الوغ حتى النسبه نتاع الدخل تا هو نقصت عنده. الوغ من الضروري انه المسؤولين انهم يتدخلوا باش يوضعوا حد لهذا الشيء. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. غنبقاو كنطرقوا لهذه المواضيع هادو لانه مواضيع مهمه ومواضيع اللي هي كتقل الكاهل تاع المواطن وكتقل الكاهل تاع المستهلك. وجب وضع حد لهذا الشيء هذا اللي كيوقع، لانه كي قال السي عبد الهادي ما عرفناش شنو السبب، ومفروض اننا هو الشيء توضع عليه.